يهد بناءه. لذلك أنا أقول دائما للآباء الذين يريدون أن يكون لأبنائهم شأن، أقول للمشاهد الكريم الذي يرانا، الذين يريدون لأبنائهم شأن في المستقبل، لا يضرك أن تشد عليه في الصغر، لا يضرك أن تشد عليه في الصغر. أعني بأن تشد عليه أن تلزمه بحفظ القرآن، وأن تلزمه بحفظ ما ينفعه كبيرا. عليك أن تلزمه بحفظ القرآن، وأن تلزمه بتعلم العلوم. وإن رأيت وجنتيه حمراوين، وإن رأيت عينيه ذابلة، وإن رأيت وجنتيه حمراوين، عينيه ذابلتين، وإن بكى ذلك البكاء الذي لا صوت معه، وإن رأيته بكى ذلك البكاء الذي لا صوت معه، ترى العينين تذرفان ولا صوت، هذا البكاء قاتل للوالد. ترى العينين تذرفان ولا صوت، ذلك البكاء قاتل للوالد. يهد بناءه هدا، ومع ذلك لا ينبغي لك أن ترحمه. يهد بناءه هدا، لذلك لا يضرك أن تشد عليه، لأن رحمته بقاؤه في الكتاب. قال أبو العلاء: فقد ازدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا يرحموا. قال أبو العلاء: فقد يزدجروا ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. قسوتك تلك هي فيما يظهر له قسوة، لكن قسوتك تلك هي يظهر له فيه قسوة، ولكنها في الواقع هي. وكم من الولدان يضر بهم حب آبائهم، يضر بهم حب آبائهم. لذلك أنا أقول دائما للآباء